السلام عليكم، رجعنا لكم فيديو جديد. خلينا نشوف اليوم شنو راح نسوي. شكرا على الدعم اللي قاعد تدعموا لي اياه من لايك وتعليق واشتراكات. خلينا نبدي يومنا. بس قبل ما نبدي خل اشوفكم هذا المنظر. بعد نستوي مشغل التراك وشوفوا لي الجو. انها تثلج فعنوان الفيديو العمل وسط الثلوج. الله شوفوا لي اياه. حي هلا بالثلج، الثلج الصباحي. فخلينا نروح ونشوف اليوم شنو عندنا. اول سياره عندي او جتني قبل ما اجي للمحل اللي هي الاف 150 اللي يكون تراك. فراح اروح اسحبها تقريبا تبع علي 11 دقيقه، يعني قريبه مننا مثل ما نقول، لان مثل ما تدرون احنا عندنا 11 دقيقه وال10 دقائق وحتى النص ساعه. بامريكا كلش قريبه تعتبر. اتوقع هاي السياره هي الاف 150. ما شاء الله بعد ثلج. نقدم بعد. يا الله خليني اتاكد ان هي لون سوداء 2016. اوكي خلينا نروح نشوف. زين هي نزله هنا على مود راسا نزبط. وين حط المفتاح هذا؟ هنا يا الله. هذا الله. هاي فيول بام اتوقع يعني. هي اصلا ما بيها بنزين. ها صدق يحكي؟ بنزين ما بيها. اوه والله ما بيها بنزين السيارة. اويلي هاي شلون راح نشتغل؟ بس لا راح اتزحلق. احلى شيء الكاستمر يبقي السياره وبدون ما يجي هو. والله تاخذ راحتك بكل شيء. حلو. فقبل ما نحطها على النيترو لازم نقفل هذا على مود ما تروح السياره. ندوس هاي الحمراء ننزلها راح يشتغل كله. حلو.
واو. ويلي على البرد. أصابعي جمدان والله جمد. ما أقدر. إيه دفين. مستحيل. هذا بعد عليه 9 دقائق. يلا خلينا نروح ننطلق. شلون تقنع هذا سيارته ما بيها بنزين؟ شلون؟ يا الله. هذول جبتهم اللي كني نسيتهم بالتشالنجر ذاك اليوم. اوه واخذوا هذيك السوداء من عندي همينه ورجعتها. والله ما مبقي لي كل شيء. شنو هاي؟ رجعت كل شيء حبيبي. اقدر. هسه جتني سياره كاديلاك 2020 صراحه ما اعرف شنو بيها، بس بعد لي 21 دقيقه واوصل لها. الله شوف هاي. هاي شو يحط فيها؟ لا اله الا الله والله ما ادري ايش اقول لكم. المشكله وصلت انا للبيت بس اكو اثنين كاديلاك جايه من هنا. والله الله الشفوف مالتي احلى مكان واحد يشر بيه الشفوف. صراحه صار لي كم يوم ماكو قهوه مال مثقفين، ما تشوفوني يعني حتى احس نفسي صاير مو مثقف، لازم نرجع القهوه المثقفين صراحه. هسه شنو يا سياره من هذني؟ هلا وان اصلا ما بيهن بالنمبر، ما حاطه بالنمبر مالتها. قال بالا برتقاله قال لي عمي احسب من 1 ل 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 هاي.
ريلاكس 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 ريلاكس. اصمت. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله. بس بغى تغير بريكات وها هي بعد والله بعد. الله الكاديلاك عالم اخر، قسم بالله عالم اخر ما شاء الله يا ربي. والله اليوم اشتريت كاديلاك. هاي جايز، اليوم اشتريت كاديلاك. اقول لكم صدق بالعراق شنو سالفه الكاديلاك والتاهوات؟ اشوف احنا اللي عايشين بامريكا ما نلقاهن، واللي ياخذون باقساط لو ياجرهن. صدق والله حقول لكم شغله، اكثر العالم اللي موجوده بامريكا شو تسوي؟ انه تروح للشركه مال السيارات تاجر من عندهم السياره لمده 3 سنوات. هاي السياره تاجرها لمده 3 سنوات، بحيث بالبدايه مثلا شو يسوي؟ اول ما يروح اول هاي يدفع فد قسط تقريبا 6000 او 5000 حسب الشركه. خليني اقول لكم يعني هذول الناس اللي تصعد سيارات حديثه وفاق وعلى اساس هم عندهم فلوس هنا بامريكا يقولوا ما عندنا فلوس خذوها من عندي. فتروح تاخذ هاي السياره ايجار، تاجرها من الشركه لمده 3 سنوات. مثلا انا اليوم اكو سياره 2025 اروح ااجرها لمده 3 سنوات، ادفع كل شهر $500. ورا 3 سنوات يا اما ارجع لهم السياره واخذ موديلها الحديث، يا اما اشتري السياره. حلو، بس تشتريها يعني هاي بسعر. فاغلب العالم يعني صار دا اشرح، انت تكلف وياي ليش؟ يعني ما يصير، عيب، لا اله الا الله يا اخي، عيب يا حبيبي، عيب. ايه عافيه. فاغلب الناس هنا تشوفهم صاعدين سيارات حديثه، بس انه يا اما ماخذيها بالاقساط من الشركه يروح يشتريها بالاقساط، يا اما تلقاه ماجرها للسياره. ف للامانه ترى نادرا انه تلقى لك واحد مشتري له سياره كاش بسعر عالي او انه هي خاصه به. ليش؟ لان ترى امريكا غاليه، والله يا اخوان امريكا غاليه، واكثر العرب مسويها انه ياخذون من شركه سيارات ايجار. بس انا اقول لك انه مثلا اللي يشتغل والشغله اللخه همينه اقول لكم اياها. خليني اعطيكم الاسرار، لا خليني اعطيكم الشغلات اللي بامريكا. خلينا نفضح. اليوم يوم الفضح. الشغله اللخه انه خليها ببالك، اليوم انا اريد اشتغل بشركه اوبر اللي هي توصل الركاب. ما عندي سياره، اني اروح للشركه ااجر من عندهم سياره. اتوقع بالاسبوع ايجار السياره 200 او 270 حسب نوع السياره اللي تريدها انت، مو بالشهر، بالاسبوع عم احكي. ف تروح عليهم تقول لهم يابا انا بدي اشتغل وياكم وعندي اكونت وياكم، بس المشكله انه ما عندي سياره. راح يقول لك هاي السياره اللي انت تريدها، مثلا انا اريد سياره كهربائيه او اريد سياره بنزين او هايبريد، السياره اللي تعجبك راح ينطوك اياها، بس انه هاي السياره مو مالتك، راح تشتغل بيها، راح تخليها عندك يعني، بس انه هي تابعه اصلا للشركه. فاكو هواي عراقيين همينه، ومن ضمنها عندي واحد صاحبي بوقتها هو هنا بأوريغون، راح اجر من عندهم سياره، بس اخذ من عندهم بصراحه وحده اول شيء هايبريد وما عجبته، راح اخذ وحده كهربائيه. اتوقع انه دا يدفع بالاسبوع 270 او 260 دولار هيك شيء. فهواي اكو شغلات هنا بامريكا تقدر تاخذ سياره وتقسطها، او حتى اذا تروح تشتغل بمكان وتاخذ من عندهم السياره. فهاي السر من اسرار امريكا، اللي خاصه اللي يشوفون الفيديوهات ويشوفون السيارات حديثه ويسالون يقول لك هاي شلون دا يصعد سياره موديل حديث
او شلون انه دا يسوي هالامور هاي. الشغله الثانيه، اي سياره راح ياخذوها باقساط او ايجار او حتى من الشركات، ما راح ينطوهم التايتل، وانما راح ينطيهم بس مكاتبه انه هاي السياره حاليا هي تحت وصايته او باسمه بالوقت الحالي، بس بدون تايتل اللي هي السنويه مثل ما نقول، لحد ما يكمل بيها شغله وبعدها يرجعها. فبعد تقريبا 15 دقيقه وانزل هاي الكاديلاك. يعني بصراحه انه رجاء اخوي اللي يشوف المقطع مالتي من امريكا فلا يتحسس على الكلام اللي يحكيه، يعني لا تاخذ على نفسك، انا دا احكي بصوره عامه، فلا تجي وتقول لي انا سيارتي باسمي وانا سيارتي موديل 2025. بالعافيه عليك، ما يحتاج تثبت لي انه هي سيارتك، بس انا دا احكي بصوره عامه على شيء دا نشوفه، يعني على مود نفهم الناس شنو الاجراءات اللي موجوده بامريكا وشلون العالم تقدر تشتري سيارات كسهوله، وانه كشيء كل السهل انه واحد يمتلك سياره حديثه بامور كلش بسيطه وما يحتاج اي شيء. فاترجاكم رجاء اخوي بليس انه لا تشخصون الموضوع. هذا المحل هاي جايب بي سياره قبل تقريبا 3 اشهر 4 اشهر هيك شيء، وقتها مجيب السياره هنا أنا. ليش دا احس هاي السياره مال اخويا الحمراء اللي قدامي، والله نفسها، يعني نفس الضربه ونفس الصبغ اللي رايح واقتباحها، اتوقع هي، والله شنها هي. يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم. بريك، البريكات مو بس منتهيه. بسم الله. حاليا ما عندنا اي شيء، ركزوا وياي، اي شيء مو اي شيء، ما عندنا اي شيء. الله سيارتي ويلي. تدرون يا اخوان اقول لكم شغله بصراحه، انه صاير من اسوق السياره الصغيره اتعب. اني انسان يعني حياتي بالتراك وكذا. والله يلا خلينا نروح نشوف، نروح نقعد لنا مكان نرتاح. 2018 متسوبيشي جتني هسه، وانا طالع مظاهرات تقريبا تبت علي 19 دقيقة. طلعت السيارة عندنا اللي هي هاي. واو زين، وين مفتاحها هاي؟ اتوقع حاطه جاب السيارة يعني اكيد. يا ايش بيها السيارة؟ ليش حاط صاحبيها يمنا؟ هاي مرات مثلا مو نسحب سيارة ابو البادي شوب اللي هو يصلح سيارات، مرات انه ما عنده مجال يسحب السيارة فننجبر نحطها هنا لحد ما هو يخابر يقول جيبوها للسيارة. تمام. ليش بيها السيارة هاي اصلا؟ منها ضربة تاير، ما بيشي التاير، ضربتها مو قوية. مفتاح وينه؟ افتح لي تراك. يلا اسف. يلا هلا. خذ لها صور. اوكي. طيب. المفاتيح مال هاي السيارة هنا، فما عندي اي مفاتيح. شوفوا كل شيء ما عندي. بعد التراك شلون راح ينفتح.
كله الفتح عن بعد. تشوفون التقنيه اللي احنا واصلينها بالتراكات، فيقولوا ليش تعوف التراك مفتوح، ليش تعوفه عادي وهاي. ف هلا وين المفتاح هذا ياتي؟ والله العظيم ما عندي المفتاح قسما بالله. مالي شغله. لا تشوفون؟ واو هاي احلى شغله هنا. فيعني يريد يبوق اخليه يبوق، شو اسوي له يعني؟ بعد تاير شلون معود شويه. شوف راح اخابره اقول له اقفل التراك. يا اخي لقيت المفتاح؟ اي لقيته والله. شو اقفله؟ هلا القفل. يلا ماشي. هلا هلا. خلاص انقفل. كل شيء عنده من بعد يعني، بالتليفون كل شيء يقدر يسوي بالسيارة. خليني اخبر اقول له افتح لي مسيو مشي لا تشذف. خليني اطق لها صور سيارة. سلم على الشهداء اللي معاك. ترررن. شنو بشرفكم تبطنش؟ عادي ماكو اي مشكلة. بطنشي مثل ما تردين والله عادي. السيارة ما تصعد وياكم هيجي، وما تدري تستعملون ذني، ما تدري تتعبون نفسكم. اعلمكم طريقة ثانية عادي. اليوم عبارة عن تعليمات. نجي نصعد. يا الله ليش مطر؟ دقيقة شلون راح اصعد؟ من هنا. اوكي صعدنا. تجي هنا حلو، تحطها عدي وتنزل الهند بريك وتمشي. تجي تصعد الهند بريك تطفي. متى تشتري لك سيارة جديدة بعدها براند نيو حلو، تروح على ابو الشركة تقول له يا ابو هاي بالنسبة لي اريد هاي السيارة بس اريد اضيف بيها شغلات. تضيفها مثلا عندك شركة تسلا اذا تريد تروح لها وتريد تشتري سيارة، تحدد اللون اللي تريده، الخارجي، اللون الداخلي، شنو الشغلات اللي يجي وياها، يكملوها ويقولوا لك بهذا اليوم تيجي تستلمها. هذا الاتراك نفس الحالة. انت من تروح مو راسا ينطوك اياه، يقولوا لك انه راح نركبه ونجيب له الغراض ونجيب له الشغلات، يعني هو يجيك بس الراس والشركة راح تجي تحط لك هذين الشغلات كلها. فبوقتها اول ما جبنا هذا الاتراك صاحبنا دا يصعد سيارة منورات الحصونة. يا هلا. صاحبنا دا يصعد سيارة فرفع البدء الهيدروليك كله عنده وقع، فكانوا بوقتها ما مسوي زين ورجعوا راحوا ودوه للشركة صلحوه. والحلو بيه انه بصراحة شيء غريب انه جاية وياه من الشركة اللي هي الكاميرا الخلفية زين، بمواصفات تخرع هذا الاتراك، يعني مواصفاته كلش قوية كلش يعني مثل ما نقول مفول، ما مبقين شيء ما حاطينه زين. هلا الاتراك مالته كل شيء ما بيه. الله ما يكفيكم كل شيء ماكو. حتى الراديو مالتي مال التسعينات. ادري ليش هيك حظي يعني زين. شنو هاي؟ لا احنا لازم نطالب بتغيير الاتراك بصراحه، لا كذا بحب هذا الاتراك. يلا خلينا نروح ننطلق نشوف ايش قد ننزل. يا محسوب البقى والسلامه. التنزيل 14 دقيقه زين. جت علي تقول لي انه بس نريد نتاكد ان السياره تشتغل ما بيها شيء، قلت لها يا بسم
الله الرحمن الرحيم. هي تشتغل بس تروح يمين مدري يسار، والله ما ادري، تلعب ترقص. يا الله هلا بالتاير والله واحد. هاي شلون هاي؟ احط لكم اياها هنا تمام؟ انا احطها. هاي خلصنا، خلينا ننطلق. يا الله بسم الله الرحمن الرحيم. Brother, how are you? Hey, how are you? I'm good. Good to see you. It is drivable, do not worry. It is drivable, do not worry. Who's driving? Yeah. But the steering sometimes they... Okay, see you. يلا خلينا ننطلق. The key I'm give for lady. Okay, thank you. Yeah, welcome, bye. جتني هسه سيارة مازدا 2025. احكيها على السرعة ما تسمعوها. والله العظيم يا اخوان 2025. فما اعرف، يجوز انه التاير مبنشر. احنا نطي هيك افتراضيات، يعني يمكن التاير مبنشر، يعني 2025 راح يطلع بيها. استوها يا الله بسم الله. خلينا نروح نشوف. 26 دقيقة واوصل للمازدا 2025. خليكم وياي. وصلنا للسيارة. المشكلة هاي السيارة هايبرد، بدها تطلع مشكلة. هاي السيارة هايبرد بدها تطلع مشكلة، انه بيها مشكلة بالهايبرد سيستم. السيارة بيها مشكلة بالهايبرد. ماشي 422 مايل بس، تخيل 2025 بيها مشكلة بالهايبرد وبعدها ما ماشية. واو بعدها مريحة الشركة والله العظيم. صدمة. نروح ننزلها. يا الله يا الله. حلوة هاي الهامر، هاي كهربائية. صراحة الهامر الوحيدة اللي ما قاعد تجينا عاطلة. من اشتغلت لحد الآن ما فد يوم شفت هامر اجتنا عاطلة، ما اعرف ليش، بس راح يعطلن كلهن. هاي السيارة هايبرد، فمشكلة هاي السيارة انه البطارية مالتها او السيستم مال هايبرد مالتها بيه مشكلة، فلهذا انه دا يقول لك هايبرد سيستم. المشكلة انه ما ماشي السيارة بس 400 مايل، يعني لا شيء. خلاص المفتاح، خلاص كافي، خل نروح.
بعدين البيوك، بدنا اكثر من شركه اللي هي البيوك والجي ام سي ورويال مور مدري هناك. بعدين هذول كلهم شركات، هذيك شركه سوبرو دائما ننزل يمهم. ماشي ننطلق.